مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وبوصفة جديدة. ووصفتنا لليوم شاكرية بالدجاج. وقبل ما نبدأ بالوصفة بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل شي جديد. ويا عيني يا عين على الشاكرية. بالبداية قطعت الدجاج وغسلته منيح، نقعته بمي وملح وخل. وبالنسبة للمنكهات اللي راح ضيفها ورق غار وعود قرفة وحبتين هيل وحبتين بصل حجم وسط، ملح وزيت. تعالوا معي لنسلق الدجاج. سخنت الطنجرة وحطيت عليها شوية زيت، وهلا رح حمص اللحمة أول شي وبعدين بضيف المنكهات. بعد ما حمصت اللحمة شوي رح أضيف المنكهات والبصل، بخليهم يتقلوا مع بعض شوي، ورح أضيف المي والملح. ضفت المي وهلا رح أضيف الملح وبحط على نار وسط لحتى تستوي عندي منيح. وبالنسبة للبن أخدت نص كيلو لبن، يعني عيرت بالزبدية، زبدية لبن بضيف عليهم نفس الزبدية، المقاس نفس الزبدية بضيف عليهم المي. أول شي بحرك اللبن كتير منيح، بعدين بضيف مي، برجع بضيف النشا بحركهم منيح وبحطهم على النار. وبهالمرحلة لازم تخفق اللبن كتير منيح لتعطيني قوام ناعم كرمال ما تفرط معي اللبن. هلا رح اضيف عليها المي وبرجع بخفق وبضيف النشا. تقريبا ضفت معلقتين نشا، معلقتين ونص حسب النشا اللي عندك. ضفت معلقتين نشا وبحركن على البارد منيح، بعدين بحطن على الغاز. رح اضيف هلا ظرف ماجي، فيكن تستغنوا عن ماجي تحطوا بدالها ملح، بس الماجي بتعطيني نكهة طيبة. بضل بحرك على الغاز لحتى تبلش تغلي عندي اللبن. اذا اترك اللبن بيفرط عندي مع التحريك المستمر، لازم يعني تكون ايدك مستمرة بالتحريك باللبن كرمال ما تفرط عندك اللبن. انا هيك القوام عندي شوي سميك، هلا راح اضيف شوية مرق. انا هالقوام عندي شوي سميك فراح اضيف عليها المرق اللي سلقت فيها اللحمة. طبعا في ناس بيحبوها هيك عادي، فيكن ما تحطوا المرقة، بس انا بحب اضيف عليها المرق. تقريبا ضفت حوالي كوبين ونص من المرقة. رح ارجع حركهم منيح ورح اضيف عليها شوية ملح الليمون. ففيك تستبدلي ملح الليمون بشرحة الليمون، انا ما تواجد عندي الليمون فحطيت لها شوية ملح ليمون تعطيها هيك حموضة طيبة. بعد ما سلقت الدجاج جهز عندي، هلا بفرطها بطالع العظام منها وبضيفها على اللبن. في ناس بتحب تضيف هيك عادي كمان بتصير، بس انا بحب فرط اللحمة. وبعد ما فرط اللحمة منيح هلا رح ضيف على اللبنات. اللبن طبعا عندي جاهز، ما شاء الله تبارك الرحمن، قوام ممتاز وطعمه ولا اروع من هيك، جربوها ما بتندموا. ويا حذركن الشاكرية شو بتتاكل معها؟ اكيد رز بشعرية. تعالوا معي لنحضر سوا. انا عندي رز محمود حبة طويلة، عير زبدية وضفت عليها مي فاترة، رح اتركها 10 دقايق وبغسلها كتير منيح وبعدين بطبخها. بالبداية ضفت شوية زيت بالطنجرة
وضفت عليها الشعيرية. بقلي الشعيرية أول شي، وبعدين بضيف رز نقعته وغسلته قبل بوقت. بعد ما قليت الشعيرية ضفت الرز اللي غسلته ونقعته قبل بوقت. لكل زبدية رز زبديتين مي سخنة، ورح ضفلها ظرفين ماجي ومعلقة ملح. طبعا الملح حسب الرغبة، ناس أذواق. بخليهم يتحمصوا مع بعض شوي، مو تحميص يعني ما بدي تاخد لون. هيك بقلبهم مع بعض بالزيت، بعدين بضيف الماجي والملح والمي. وهون ضفت المي، طبعا عيرت المي. وهلأ بضيف الملح، بحركهم شوي وبغطي الطنجرة لحتى تبلش تغلي عندي الرز. شايفين غلي عندي الرز. هلأ وطيت الغاز وبترك على نار هادية. طبعا ما بحركها ولا بقرب صوبة لحتى تنشف عندي تمام. بقلبها وبتكون عندي تمام جاهزة 100%. وهيك كانت أكلتنا لليوم، شاكرية وريس، وبتمنى تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم جربوا الوصفة ما بتندموا. وبتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل شي جديد. كانت معكم أم إيلين من مطبخ أم إيلين. ضلوا بخير، بشوفكم فيديو جديد.